نوفمبر يعني كيكه برتقال معروفه. وعشان ما حدش يخدعك، ولا لا 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 معلش، يعني الجمهور الغالي ما حدش يخدع عليه، يضحك عليه. اول حد هيجرب لكم وصفات المشاهير. مش فاهم انا الفار. انا عندي ذكرى سيئه مع اخر حاجه عملتها وحطيت فيها قشر. طعمه مرر قوي كده ليه؟ واحنا المفروض كنا نشيل القشر. وكمان بيضه، ومش عارف ليه ما عملناش كل بيضه لوحدها، كان لازم يعني نبهدل الدنيا. وهنحط كمان الفانيليا دلوقتي. ما عنديش هاند بلندر فهعمله في الخلاط، انتوا اكيد واخدين بالكم من اول الفيديو. عندي احساس كده ان سكر التموين اللي انا حاطه ده مش هيتضرب كويس. كوبايه الا ربع زيت. كوبايتين ونص دقيق. عارفه لو ما كنتيش كتبت الوصفه في الكومنت انا كان زماني دلوقتي عامل وصفه ثالثه خالص، طبعا مع خبرتي كشيف يعني. شكلنا نجحنا ولا ايه؟ التيشيرت ده انا كنت لابسه من كام فيديو. ماما عملته حته مطبخ. هي بس متحمصه زياده على فكره، انا ما عنديش مشكله، انا بحب الحاجات متحمصه اصلا. يا نهار ابيض على اللذاذه بقى والحلاوه بقى. عامه بقى هثق في وصفاتك بعد كده. ندوق بقى. حته كيكه برتقال تحفه. احييك يا زينب، وزينب فعلا وصفاتها زي الفل يا جماعه. خلاص انا معاكم فار الاكلات، لو عاوزين اي وصفه بعد كده ابعتولي.